بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون صحتكم بخير. انا راني لاباس والحمد لله يا ربي. اليوم جبت لكم الوصفه تاع هاد الحلوه هذه صابلي بقوت الشوكولا. نتمنى يا ربي يعجبكم. هذا النوع هذا درتو في نفاسي كما راكم تشوفوا. الحمد لله يا ربي رزقني ربي بولد، ان شاء الله يا ربي يكون ذريه صالحه. نبداو هنا على بركه الله في المكونات وش راح نحتاجو لوصفتنا نهار اليوم. نبداو لهنايا. عندنا زوج حبات بيض اكيد يكونوا بحراره الغرفه، عندنا كاس تاع 200 مليلتر تاع الزيت، عندنا كاس تاع سكر غلاس، عندنا زوج مغارف تاع المايزينا ولا تاع النشاء، عندنا زوج مغارف تاع كاكاو يكون بني، عندنا لهنايا مغرفه تاع لافاني مغرفه صغيره، عندنا قرصه تاع الملح، عندنا ساشي ونص تاع خميره الحلويات، عندنا 250 غرام تاع الزبده ثاني تكون بحراره الغرفه. انا استعملت زبده مارغرين ماني هديه. عندي لهنايا كاس تاع فلون بذوق الكراميل، وعندي الفارينه باه نطمو العجينه تاعنا. كما راكم تشوفوا هذا هما المكونات اللي رايحين نحتاجهم. كاول حاجه راح هنايا راح ندو الزبده تاعنا ولا المارغرين تاعنا 250 غرام كما قلت لكم تكون بحراره الغرفه. هاي ليكم لهنايا انا هذه العلبه راهي 500 غرام، راح ندي النص نتاعها كما راكم تشوفوا راهي بحراره الغرفه ماهيش جامده. شوفوا راهي تقريبا ذايبه. راح نضيفوا لها لهنايا كاول مكون اللي هو السكر غلاس، كاس تاع سكر غلاس في الكاس تاع 200 مليلتر. انا عبرت لكم اليوم بالكاس. راح نزيد نضيف لها ثاني البيض كما راكم تشوفوا هذه الحبه الاولى ونزيدوا الحبه الثانيه بهذه الطريقة. البيض يكون بحرارة الغرفة، الزبدة بحرارة الغرفة، كامل المكونات السائلة يكونوا بحرارة الغرفة. راح نضيفو ثاني هنا المغرفة تاع لافاني والقرصة تاع الملح، وراح نجيبو الباتور. نستعملوا الباتور لهنايا باه نتحصلوا عفوا على خليط كريمي. دوك تشوفوا معايا لهنايا راح نبدا نخفق في هذه المكونات مع بعضهم السرعه الاولى ومن بعد السرعه الثانيه، هكذا باش كامل المكونات يمتزجوا مع بعضهم بهذه الطريقة. راح نخليكم تشوفوا المراحل خطوة بخطوة باه ينجح لكم هذا النوع هذا تاع الجاتو تاع الصابلي هذايا. اكيد كل واحد عنده وصفة راه معتمدها. مي نحبوا نوعو، نحبوا نزيدوا فليغو ونوعوا فليغو. جبت لكم هاد الوصفه تاع نهار اليوم بذوق الشوكولا والكراميل مع بعضهم. كما شفتوا درت ذوق الكراميل تاع الفلون. شوفوا لهنا راني نخلط حتى نتحصلوا عفوا على خليط كريمي كما راكم تشوفوا. هنايا في هذه المرحله راح نضيفوا العلبه تاع الفلون تاع الكراميل، وثاني نكملوا نخفقوا بالباتور كما راكم تشوفوا. هنا نحتاجوا الباتور البنات في النوع هذا تاع الصابلي باه ينجح لنا ويجينا خفيف. وثاني راح نحتاجوه في الكريمه اللي رايحين نحشيو بها الصابلي تاعنا. هاي ليكم لهنايا نبقى نخلط. شوفوا الكريمه اللي تحصلنا عليها عفوا لهنايا طارت لي شويه مي معليش. نكمل نخلط كامل كما راكم تشوفوا. هاي ليكم الكريمه تاعي ولا هاو ليكم الخليط تاعي تاع الزبده كما قلت لكم. هاو ليكم الخليط تاعنا. شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه، شوفوا جات كريمه تبان كريمه اللي نحشيو بها لي طارت وكل شيء. مي هذا هو الخليط اللي نحتاجوه باه نكملوا الوصفه تاعنا تاع الصابلي. هنايا في هذه المرحله راح نضيفوا الكاس تاع الزيت كما راكم تشوفوا، وراح نضيفوه بشويه ماشي دفعه واحده. نضيفوا ونخلطوا ونضيفوا ونخلطوا حتى نكملوا الكميه تاعنا كامل. هاي ليكم تاع الكاس تاع 200 مليلتر. تما انا لهنا استعملت 200 مليلتر تاع الزيت. الزيت لهنايا راح تزيد راح تعطينا قرمشه في الصابلي تاعنا، وثاني راح تزيد تضاعف لنا في الكميه تاعو. هاوليكم هنا بعد ما خلطت الزيت مع المكونات الاولى، شوفوا الخليط اللي تحصلنا عليه. نبداو لهنايا راح نضيفوا المايزينا ونضيفوا الكاكاو. هاي ليكم زوج مغارف تاع المايزينا او تاع النشا، ثاني لازم نغربلوهم. ونضيفوا ثاني زوج مغارف تاع الكاكاو بني. لازم يكون الكو تاعو مليح البنات باه يجيكم الكو تاعكم، وثاني واللون تاعكم تاع الصابلي يجيكم مليح. نغربلوهم. شوفوا الحبيبات اللي راي فيهم، على هذا دائما نقولكم لازم نغربلو باه نتفاداو هاد الحبيبات هذوما يكونوا في الحبه تاعنا تاع الكاطو. ولا نزيدو نضيفوا لهنايا الساشي ونص تاع خميره الحلويات. هاي ليكم ثاني لازم حتى هي نغربلوها يكونوا فيها دائما حبيبات دوك تشوفوا معايا. ومن بعدها راح نضيفوا الخميره عفوا راح نضيفوا الفارينه بالتدريج. شوفوا هنايا هاي ليكم فيها الحبيبات كما قلت لكم.
وراح نضيفوا لهنايا الفرينه بالتدريج حتى نتحصلوا على القوام المطلوب. دوك تشوفوه معايا هنايا ما عطيت لكمش عباره محدد تاع الفرينه، والفرينه انا ديجا كنت غربلتها من قبل، ما عطيت لكمش عباره محدد لانه كل واحد ولا فارين تاعو، كاينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تتشربش. ليسونسيال نتوما تبقاو تضيفوا بشويه بشويه حتى تتحصلوا على الخليط اللي راكم حابينه، عفوا على العجينه اللي راكم حابينها. هاي لكم هنايا شوفوا العجينه تاعي طريه ما تتلصقش في اليد. انا نقيسها بيدي نشوفها الا كانت خاصه شويه راح نزيد نضيف لها. كما شفتوا معايا هنا ضفت لها غير شويه، مانيش نعجن فيها، راني ندخل في الفرينه جوست بالاصابع نتاع يدي بهذه الطريقه. هاي لكم لهنايا ما تستعجنش العجينه تاع الصابلي ولا تاع اي نوع تاع قاطو ما نعجنوهاش، جوست ندخلوا بالاصابع تاع اليدين المكونات في بعضهم. وهذه هي ديجا الفيديو راح يوضح لكم كل شيء. شوفوا الكميه تاع العجينه اللي تحصلنا عليها، كميه مليحه. هاي لكم لهنايا. وهنايا هاو العجين تاعي، هنا سرعت لكم شويه في المقاطع تاع الفيديو، نحيت كونتيتي وغطيت الاخرى بالساشي باش ما تنشفناش. جبت هنايا درت فيه البابي كويسون، واحد من التحت واحد من الفوق، ونفتحوا العجين تاعنا على السمك نصف سنتيمتر اي 5 مليمتر هكذا، لانه راح يضاعف شويه الحجم تاعو في الفوق كي نطيبوه، لانه ديجا درنا فيه الخميره الكيميائيه. كما شفتوا درنا فيه ساشي ونص تاع الخميره الكيميائيه. هاي ليكم لهنايا انا راني نفتح فيه. البابي كويسون ساعدكم بزاف في الفتح، وثاني كي تحبوا تقلبوا العجينه ولا كي تحبوا ترفدوا الحبات بعد ما تطبعوهم تجيكم العمليه سهله. هاي ليكم لهنايا بهذه الطريقه. هاوليكم العجين تاعي بعد ما فتحته. لهنايا راح نجيبوا اي قطعه حبيتوا تقطعوا بها نتوما، انا قطعت بهذه على شكل قلب، نتوما اللي حبيتوا تقطعوا بها الاختيار يرجع لكم. ونجيبوا ثاني السنيوه اللي تدخل للفوق، ما كان له ندهنوها بزبده ولا نديروا لها الفرينه، لا لا، ديجا الصابلي تاعنا راه فيه الزبده، كميه مليحه تاع الزبده مش راح يلصق لنا في وسط السنيوه تاعنا. راح نقطعوا العجين تاعنا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، انا درتهم على شكل قلوب. هاي لكم لهنايا طريقه سهله، مره على مره الا حبيتوا تحطوا القطعه تاعكم في وسط الفرينه وتخدموا بها ما عليش. الا كانت الحبه تاعكم تترفد تهز لكم في القطعه تاعكم. هنايا هاي ليكم جبت هذه الكوبات هذه نرفد بها الحبه تاعي تاع الكاطو، تساعدني وتساعدني مليح مش راح يخسر الشكل تاعها. كما راكم تشوفوا راني نحط فيها بكل سهوله. مام البابي كويسون يساعدك مليح مليح تخدمي به الحبه تاعك تاع الكاطو. نكمل انا كامل الحبات اللي عندي. هاي ليكم لهنايا كما شفتوا كميه مليحه. اما بالنسبه هذا لي شيت هذوما اللي يبقاو مانيش راح نديرهم وحدهم، راح نزيد نخلط معاهم من العجين الاخرى ونخدمهم هكذا باه ما تجينيش الحبات الاخرين يجيوني مشققين عفوا، لانه كي تكون العجينه استعملتيها من قبل وتعاودي تستعمليها وحدها راح يجيوك الحبات مشققين. باه تتفاداي هكذاك الحبات هذوك يجيو مشققين، هاد لي شيت هذوما كي تنحيهم خلطيهم مع عجينه مازال ما استعملتيهاش من قبل. كما شفتوا انا كنت نحيت مورسو خدمتوها وليكم وما زلت عندي كميه من العجين. هنايا حطيت الحبات تاعي في السنيوه، هم ليكم لهنايا الفور كنت شعلته من قبل على 180 درجه، نحطوها في الرف الوسطاني وما خليوهاش تطول ما 3 دقائق 4 دقائق، والصابلي تاعنا يكون طاب لانه الفوغ راه سخون، وثاني الحبات تاعنا راهم رقاق ما يشدوش الوقت بزاف وما تعسوهم لا يتحرقوا لكم، لانه ديجا راهم اللون تاعهم بني ما يبانوش الا طابوا ولا لا. هنايا واش عندنا الكريمه الزبده اللي راح نستعملوها، عندنا 170 غرام تاع الزبده تكون بحراره الغرفه، عندنا 40 غرام تاع كاكاو بني، وعندنا 130 غرام تاع سكر غلاس. هذو هما المكونات تاع كريمه الزبده اللي حنستعملوها لنهار اليوم. راح نجيبو هنا في ريسيبيون نديرو هذيك 170 غرام تاع الزبده بحراره الغرفه، راح نخدموها شويه بالباتور هكذا باه تجينا تتفتح لنا عفوا الزبده تاعنا. هاي ليكم لهنايا راح نخدمها شويه بالباتور على السرعه الاولى باه ما تطيرناش، ومن المستحسن انكم تخدموا في ريسيبيون يكون كبير على هدايا. كما راكم تشوفوا انا هنايا عياني شويه ومانيش ندير السرعه الثانيه ولا، لانه راح تطير لي الزبده تاعي كامل.
هاي ليكم لهنايا. انا نكمل نخفق الزبده تاعي بهذه الطريقه، ومن بعدها نكملوا كريمه الزبده تاعنا. هاي ليكم انا بعد ما خفقتها عفوا بالباتور كما راكم تشوفوا. هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه، جات كريميه. لهنايا راح نضيفوا سكر غلاس كما قلت لكم 130 غرام تاع سكر غلاس. ثاني لازم نغربلوه هو والكاكاو، ما نديروهمش ديريكتومون، لازم نفوتوهم في الصفايه ولا في الغربال. هاي ليكم لهنايا. راح نزيدو نضيفو ثاني 40 غرام تاع الكاكاو بني. بهذا الطريقه نفوتوهم في الصفايه باه نتفاداو كامل الحبيبات هذوك ما يجيوناش، وجينا الكريمه تاعنا تجينا ليس، ما تجيناش محببه هكذا ولا. هاي لكم لهنايا انا نفوت هذو كامل في الصفايه نتاعي، ومن بعدها نزيد نخلطهم بالباتور. نكملوا العمليه بالباتور. هذه المرحله هذه تحتاج الباتور، هي والمرحله الاولى. لازم في النوع هذا تاع الصابلي لازم ديروا الباتور هكذا باه تنجح لكم الوصفه ويجيكم الصابلي تاعكم كيما تحبوا نتوما. انا هنا حبيت نخلط كاول بالمغرفه باه ما يطيرليش السكر غلاس والكاكا ما يطيروليش كي نستعمل الباتور تاعي. هاي ليكم لهنايا راني نخلط فيهم هكذا. انا اللي حبيت نخلط برك جوست بعد ما خلطت شويه نبدا لهنايا نخلط بالباتر كما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على كريمه دوك تشوفوها معايا وتشوفوا القوام تاعها. تجي متماسكه، الذوق تاعها هايل، مام اللون تاعها يجي يشهي. دوك تشوفوها معايا. انا كمان خلط لهنايا واحد دقيقتين حتى ل3 دقائق باه نتحصلوا على الكريمه وعلى القوام المطلوب. وراح نديروها في لابوش ونخليوها في الفريجيدار تبرد شويه بين ما طاب الصابلي تاعنا بين ما وجد. هاي لكم الكريمه اللي تحصلنا عليها كما راكم تشوفوا. شوفوا القوام تاعها ما فيهاش كامل هذوك الحبيبات لانه ديجا كنا غربلنا السكر كلاس وغربلنا الكاكاو. لهنايا هاوليكم الحبات تاعنا تاع الصابلي بعد ما طابوا. هاي لكم الكريمه تاعنا درتها في لابوش ودرتها في الفريجيدار بردت لي شويه. لهنايا نبداو نعمروا في الحبات نتاعنا. كاين اللي يحب يعمرها بهاد الكريمه هذه ودير ثاني في المنتصف يدير شويه تاع الكراميل، ولا اللي يحب يدير غير الكريمه هذه. انا درت غير هاد الكريمه ما درتش حتى حاجه واحده اخرى. كما راكم تشوفوا نغلق عليها ونحاول نسقم الحبه تاعنا بهذا الشكل بالاصابع تاع يدي دوك تشوفوا معايا. هذيك الكريمه الزايد كامل اللي تخرج نحاول نحيها بالاصابع تاع يدي. دوك نعاود معكم لهنايا شحال من حبه. الطريقه راهي واضحه وسهله، مي حبيت نوري لكم وكل واحد كيف ما الطريقه اللي يخدم بها. هاي لكم لهنايا كما راكم تشوفوا نعمر الحبه تاعي نزيد ندير عليها حبه واحده اخرى. وهذيك الكريمه اللي تخرج لي في الحواف نحاول نحيها بالاصابع تاع يدي. شوفوا لهنايا دوك نوريكم الطريقه. هاي ليكم والفراغات اللي بقاو نحاول نعمرهم كما راكم تشوفوا. هاي ليكم هكذا باه كي نقلاصوهم بالشوكولا راح يجيو الشكل تاعهم باهي. نكمل انايا الحبات كامل هذو اللي عندي وراح نغلفوهم مع بعضنا بالشوكولا. انا الشوكولا اللي استعملت شوكولا تاع الوجدان، شوكولا بالحليب ذوبتها في الميكرووند ولا ذوبوها في حمام مائي مع 2 مغارف نتاع الزيت تعطينا لا بريونس للشيكولا تاعنا، تخليها الشوكولا تاعنا تخليها تولي تبريي. ثاني تجينا شويه ما تكثروش الزيت لانه ديجا الشوكولا اللي استعملنا شوكولا بالحليب كما تعرفوا راه تطول شويه باه تشد روحها ماشي كيما شوكولا نوار. لهنايا هاي لكم بعد ما ذوبت الشوكولا تاعي جبت نقلاصي الحبات. هاي لكم لهنايا في فوق فرشيطه ولا اللي كانت عندكم تقلاصوا الحبه تاعكم كيما حبيتوا. هاي لكم لهنايا شوفوا جات تبري الله يبارك وجا منظر تاعها هايل هايل هايل. اما بالنسبه للديكور كنت حبيت نديكوريهاش هذوك الصبيبطات هذوك الصغيورين اللي مخدومين بعجينه السكر، وثاني درت لها ملمع غذائي وخطوط من الشوكولا. هذا مكان كان التزيين تاعها ساهل وبسيط، ما حبيتش ندير لها تزيين مغنجق هكذا ولا حبيت تزيين سامبل. درت لها هذوك الصبيبطات هذوك باللون الازرق كما شفتوا لانه تاع مزيود ولد. نتوما واش حبيتوا ديكوريوها ديكوريوها، تحبوا المناسبه تاع عرس خطوبه نجاح، تحبوها لنفاس كيما حبيتوا.
تزينوها. انا هكذا درت لها تزيين هذا سامبل، ما حبيتش نكثر فيه، وجات باهيه الشكل. وثاني الذوق تاعها جاء بنين بنين بنين، يشهي. شهيتكم في الجنه يا رب. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم، ونتمنى تكون مفهومه، ونكون فهمتكم في كامل المراحل نتاع الصابلي تاعنا، وثاني تاع الكريمه كما راكم تشوفوا. هاي ليكم لهنايا. من بعدها دركا نروحوا لمرحله التزيين. كما قلت لكم تزيين جاء بسيط، ما درتش فيه حوايج بزاف، حبيت ندير حاجه سامبل. وجدت لهم هاي ليكم لهنايا هذوك السبيبطات باللون الازرق، وهذا الملمع الغذائي باللون الذهبي كما راكم تشوفوا. بالبانسو ولا باي حاجه كانت عندكم، بونجا هكذا ولا، تدهنوا بها الوجه تاع الحبه تاعكم تاع الصابلي كما راكم تشوفوا. ومن بعدها تجيبوا الى بقات لكم شويه من الشوكولا اللي كنتوا غلفتوا بها كلاصيتوا بها الكاطو تاعكم، ديروها في لابوش كما راكم تشوفوا، وديروا لها ثقب صغير خلاص باه نديروا بها خطوط كما راكم تشوفوا معايا لهنايا. راح نديروا بها غير من الفوق خطوط، واحد 3 خطوط ولا 4. هاي ليكم لهنايا. وثاني باش نقدروا نلصقوا هذوك السبيبطات هذوك، نلصقوهم فوق الحبه تاعنا تاع الصابلي. دوك تشوفوا معايا جاء الشكل تاعها سامبل، وجات بنينه تشهي. شهيتكم في الجنه يا رب. نتمنى تكون الوصفه تاع اليوم مفهومه، ونتمنى تفيدكم وتستفادوا منها. وثاني ما تنساونيش بالجيم، وتكتبوا لي كومونتير، راني نقرا كامل تعاليقكم. واللي ماشي مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس باه يوصلوا كل جديد، واللي راه من العائله تاعنا ومن احبابنا نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. وشكرا لانكم دائما تدعموني، شكرا لانكم دائما تساندوني وتعاونوني. هاي ليكم لهنايا. انا نكمل هاد الحبات تاعي كامل كما راكم تشوفوا. ديجا هكذا جا الشكل تاعهم باهي. نتمنى تكون الوصفه تاع نهار اليوم عجبتكم، ونتلقى في وصفات جديده دائما كما عودتكم حلوه ومالحه. وسلام مني انا ليكم.